عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلمى اند نور. النهاردة عندنا دي اي واي لكشكولين او دفترين او يعني كل واحد زي ما بيسميه في بلده. زي ما انتم شايفين اهو كشاكيل عادية هنزينها، هتبقى شكلها لطيف وجميل جدا ان شاء الله هتعجبكم. وكمان هنزين القلمين بالشكل ده، هنشوف مع بعض ازاي هنزينهم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناة، واذا اول مرة بتشوفونا وبتتابعونا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، وشيروا الفيديو مع اصحابكم واصدقائكم عشان يتعلموا ازاي يعملوا دي اي واي ده. طيب يلا بينا نشوف اول طريقة. هنحتاج قطعة القماش دي قماش فر زي ما انتم شايفين. طبعا عايزين مسدس شمع والمقص. هنزين بحاجات كده لطيفة من الجليتر، يعني الفوم الجليتر والعيون دي. انت تقدري تختاري اللون اللي يعجبك طبعا انت وذوقك بقى. طيب احنا هنقيس كده ونقص القماش زي ما انتم شايفين. قصينا القماشة كده هنلزقها بالشكل ده في مسدس الشمع. كده زي ما انتم شايفين احنا لزقنا اول واحدة، هنلزق التانية بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده. هي سهلة جدا، يكون عندكم القماشة دي اهو ده شكله. دلوقتي عشان نديله جمال كمان هنحط زي ما قلنا الفوم كده، نحط له عيون كده. يلا بينا. اول حاجة ده بيلزق كده بالشكل ده. دلوقتي هنلزق العيون، نحطها هنا كمان، نعمل كده حاجة. وكمان هنحط المناخير كده، نحط اللوجو يعني انتي تقدري تزينيه بالطريقة اللي تعجبك. وده شكله، ايه رأيكم؟ شكله جميل وتحفة. ده كان اول واحد. دلوقتي هناخد التاني، هناخد الورق الستيكر ده. عندنا اشكال عديدة زي ما انتم شايفين. انا هاخد الاخضر ده كده، هنجيب الورقة بالشكل ده كده وتعلمي وهتقص الشكل. دي انا قصيت الناحيتين كده عشان الزقهم. وده ستيكر زي ما انتم عارفين كده
بجد شكله جميل، والورقة سعرها حلو، مش مكلفة يعني. اهو، وكده تعمل عشان يلزق جامد. الهواء اللي ما يدخلش هواء يعني. بالشكل ده. واو، طلع شكله جميل جدا. هنعمل نفس الكلام هنا الناحية دي. احنا بنلزق الناحية التانية كمان. واو، وده شكله النهائي. ايه رأيكم؟ انا الصراحه عجبني التفاح اكتر. واحنا هنا الناحية التانية حطينا كمان ستيكر بلون تاني زي ما انتم شايفين اهو. طيب يلا بينا ندخل على الأقلام. اول حاجة هنعمل القلم ده، هنحتاج التوكة دي. التوكة دي موجودة في كل المحلات. هنقصها بتاعت الاكسسوارات طبعا كده بالشكل ده. هنلفها على القلم. انت تقدري تتحكمي فيها بالمقاس. بالطريقة دي. شكله جميل بجد. وانت طبعا لما عايزة تبري القلم او اذا حطيتيه على قلم جاف، انت تقدري تتحكمي، ممكن تحطيه كده بالشكل ده وممكن تفرقي. وده كان القلم الاول. طيب دلوقتي نعمل هنعمل. قلم خدوره. يلا بينا نشوف الطريقة. انا ما اتباعش في الاسواق يا جماعه. تنبيه هام، انا لا اباع في الاسواق، اصنعوني بنفسكم. ياي. هنحتاج لقلم وحتة كرتونة وخيط وفوم. هنعمل كده، نلف الخيط ونعملها من كده من تحت. كده هتلفي عشوائي. بس هتلفوا بالطول زي ما انتم شايفين احنا لفينا الخيط كده. هنقص وبعدين هطلع الخيط كده بالشكل ده وهقصه كده. وبعدين هتنيه وهقص الناحية التانية كده بالشكل ده. دلوقتي الخيط عندي جاهز. دلوقتي هاخد حتة الفوم كده وهلفها بالشكل ده وهلزقها بمسدس الشمع. والزيادة نقصها بالشكل ده. هنحط الخيط بالشكل ده وهنجيب القلم كده بالفومة كده بالطريقة دي. واحنا هنا قصينا خيط من نفس اللون كده بالشكل ده.
همسكها وهربطها جامد كده مرتين. عشان تفلتش. دي من بعد ما ربطناها دلوقتي هنثبتها هنا بمسدس الشمع كده حوالين القلم بس. دلوقتي كمان من بعد ما ثبتناها من فوق كمان هنثبت من فين ربطنا الخط بمسدس الشمع برضو، وهنقلب كل اللي عملناه كده بالشكل ده. القلم انت تدخليه هنا كده هنربطها بالشكل ده زي ما انتم شايفين من بعد ما ربطناها. طبعا دي الزيادة هنقصها. ليه شعرها اطول من شعري؟ ما احنا هنقصه. والزيادة اللي هنا نساوي الخيط كده دي هنسميها زروقة وانا خدورة. كده زروقة. هنجيب العيون حطيها لونها ازرق. لا 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 حطي لونها بينك. بينك. لا ما تحطيهاش بينك، حطيها لا ابيض. بينك. ابيض. بينك. طيب صديقتي وانا اتحكم في شكلها براحتي. هاي زروقة. وده شكل القلم زي ما انتم شايفين. طب ليه زروقة ليه زروقة ارفع مني؟ شكلها حلو بجد وأمورة. طلعت جميلة اه ومميزة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم اعملوا لنا اللايك والاشتراك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس اهم الأقلام حاجة، اللي عملناها والدفاتر. ودي الدفاتر. اكتبوا في الكومنت ايه اكتر حاجة عجبتكم، الدفاتر وانا دفتر عجبهم اكتر. انا نفسي عجبني الابل ده. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. مع السلامة. كان معاكم نور و ماما ووراء الكاميرا سلوى. باي.